احنا في 2024 ولازم تكون فاهم وعارف يعني ايه استثمار، يعني ايه اسهم، ويعني ايه مؤشرات، ويعني ايه صناديق استثماريه، لان في ناس بتعمل فلوس كبيره في مجال الاستثمار. فلو انت مهتم بالموضوع ده ومحتاج تعرف موقع يقدر يدخلك فلوس عن طريق الاستثمار، عن طريق انك تحط فلوسك في المؤشرات الماليه او صناديق الاستثمار، في الفيديو ده هرشح لك منصه تقدر تستثمر من خلالها فلوسك. حضر فنجان قهوه وتعالى نشوف هتقدر تستفاد من المنصه دي ازاي. بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحقك تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا فاهمين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو عباره عن اعلان لشركه بتعمل في المؤشرات الماليه، بتوفر لك مؤشرات او صناديق ماليه تقدر تستثمر فيها فلوسك، زي مؤشر الاس ام بي 500 او مؤشر الداو جونز الصناعي، ودول من اشهر مؤشرين في امريكا، بيضموا شركات من اكبر 500 شركه في امريكا. قبل ما اعمل الاعلان طلبت من اصحاب المنصه ان هم يبعتوا لي الاوراق القانونيه اللي بتثبت تسجيل الشركه، وبعتوا لي رقم السجل بتاع الشركه. ولكن وقبل كل شيء، وقبل ما تحط فلوس في اي شركه، لازم تتاكد بنفسك من مصداقيه الشركات، خصوصا الشركات اللي بتتعامل مع الاوراق الماليه، على عكس بعض الشركات الكبيره او وسطاء الاموال الكبار اللي زي انتراكتيف بروكر او اللي زي تريدنج فيو وغيرهم. فقرار انك تشتري الصناديق الاستثماريه من المنصه دي راجع لقرارك انت. انا كل دوري اني بقلل الجاب اللي ما بينك وما بين اي حاجه ممكن تساعدك. خلينا نعرف الاول ايه هي اهميه الاستثمار. الاستثمار يا صديقي الفهيم هو الحاجه الوحيده اللي هتخلي معاك فلوس. ايه ده؟ ازاي يا فهيم؟ بص يا سيدي، انت بتقبض 1000 جنيه السنه دي، والسنه اللي بعدها بقيت تقبض 1100، يعني انت دخلك زاد بنسبه 10%، بس التضخم زاد بنسبه 50%. يعني الحاجه اللي كنت بتشتريها بجنيه بقيت تشتريها بجنيه ونص. فلو جيت حسبتها بالورقه والقلم هتلاقي نفسك خسران قيمه الفلوس بتاعتك اللي انت زدتها مع الوقت. وبرده لو انت حاطط فلوس في حصاله وشايلهم على جنب للزمن، فحب اقول لك ان فلوسك دي بتخسر. فالحل في النقطه دي انك بدل ما تحط فلوسك في حصاله، بتحطها في حاجه اسمها صناديق استثماريه، وده بيكون عباره عن صندوق بيضم مجموعه من الشركات. الربح فيها ما بيكونش كبير وبشكل ملحوظ، لان المخاطره برده بتكون قليله جدا، لكن الحلو قوي فيه هو انك محافظ على قيمه فلوسك من التضخم، لان في غالب الاحيان العوائد اللي هتعود عليك من الاستثمار بتكون اكبر من النسبه اللي هتزيدها التضخم، وبالتالي قيمه فلوسك بتزيد. والاستثمار ليه انواع كتير، زي الاستثمار في الذهب والفضه والاستثمار العقاري والاسهم وغيرهم من الاستثمارات، ولكن من امن الاستثمارات اللي تقدر تحط فيها فلوسك هي صناديق الاستثماريه، ودي بتكون عباره عن صندوق بيضم مجموعه من الشركات، وبيكون متسعر على سعر معين والناس بتحط فلوس فيه. وعشان الشركات بتكون كبيره وكتير في الصندوق ده، بيديله ميزه ان لو شركه لا قدر الله وقعت، باقي الشركات ما بتتاثرش، فسعر الصندوق ما بينزلش بشكل كبير، وده بالنسبه للمخاطره مش هيحط عليك مخاطره كبيره. عشان كده صناديق الاستثمار واحده من افضل الاصول الماليه اللي تقدر تحط فيها فلوس، وبتقدر تعمل كل ده عن طريق منصات بتكون هي الوسيط اللي ما بينك وما بين المؤشرات دي. فواحده من المنصات دي هي منصه سنويل، ودي منصه بيكون فيها المؤشرات اللي في معظم البلاد. خلينا نعرض المنصه ونعرف ايه هي المؤشرات اللي تقدر تستثمر فيها. عندك مؤشرات امريكيه مشهوره زي اس ام بي 500، وزي مؤشر الداو جونز، وزي المؤشر الياباني نيكي، وزي المؤشر المصري اي جي اكس 30، وغيرهم من المنتجات الكتير اللي موجوده في المنصه. عشان تستثمر وتتعرف على المؤشرات وتختار منهم، لازم هتسجل على المنصه، وبعد كده تدخل على برودكت وتختار المؤشر اللي انت عايز تستثمر فيه. وسعر المؤشرات على الموقع نفس سعرها في البورصات العالميه. مثلا لو انت عايز تستثمر في مؤشر نيكي الياباني، لو دوست عليه هتدخل وتعرف كل التفاصيل اللي بيعرضها المؤشر ده، وهي الاسهم او الاصول الماليه اللي بيضمها الصندوق وهكذا. وتشوف بقى اي صندوق استثماري انت عايز تعرف هو بيضم انهي اسهم بالظبط، بتضغط عليه هيطلع لك كل التفاصيل بتاعته. طب انت خلاص قررت انك عايز تشتري اي مؤشر، هتدخل على برودكتس، هتلاقي كل المؤشرات اتفتحت قدامك. في مؤشرات الربح فيها بيوصل ل 600%، لكن فتره الاستثمار بتكون كبيره، فكل حاجه بتكون باينه في الصندوق قبل ما تشتريه. طبعا هتلاقي صناديق استثماريه من كل البلاد، يعني هتلاقي برضو صناديق استثمار من البورصه المصريه. فالموقع بيتيح ليك انت كل المؤشرات. فخلينا نعرف مع بعض ازاي نسجل على المنصه وازاي نقدر نشتري منها منتجات. اول لما بتفتح موقع سنويلز بتكون هي دي الواجهه اللي قدامك. في الواجهه اللي قدامك هتلاقي هنا الريفينيو رانكينج ليست، ودي اكتر ناس محققه ارباح في الموقع. وهتلاقي هنا بعض المؤشرات اللي تقدر ان انت تتابعها، زي المؤشر الاس ام بي 500 زي ما قلت لك، والداو جونز، ومؤشر نيكي الياباني. والاسعار اللي بتكون موجوده تحت كل المؤشرات هي دي الاسعار العالميه اللي في كل بورصه. وهنا هتلاقي الجلوبال تايم او التوقيت العالمي، وهنا برضو حاطين بعض الاخبار اللي تقدر تتابعها واللي ليها علاقه بالاقتصاد. طبعا المفروض ان انت هتسجل في الموقع، واول لما بتسجل في الموقع والاكونت بتاعك بيظهر وانت عايز تشتري او عايز تبص على بعض البرودكتس اللي موجوده عشان تنقي منهم، هتدخل على كلمه برودكتس، وهتلاقي قدامك كل البلاد اللي تقدر تستثمر فيها الفلوس بتاعتك او تستثمر في المؤشرات اللي فيها الفلوس بتاعتك. هتلاقي في اليونايتد كينجدوم، وهتلاقي في الهند، وهتلاقي في تركيا، وهتلاقي في مصر وفي باكستان والسعوديه. غالبا كل البورصات متاحه على الموقع. على سبيل المثال لو انا اخترت البورصه المصريه،
هتلاقي عندك AGX 30 سنو بول، ده الصندوق الاستثماري المشهور المصري، وهتلاقي مدته 21 يوم، واقل سعر تقدر تحط فيه هو $60. طبعا لو ضغطت عليه هيفتح لك كل التفاصيل الخاصة بالمؤشر ده. طبعا لو انت عندك مشكلة في الانجليزي ممكن تقلب الصفحة عربي عادي جدا، وتبدأ تقرأ كل حاجة خاصة بالمؤشر ده، وتعرف الدخل السنوي بتاعه والحد الأدنى للإيداع وتاريخ الشراء. بيبقى فيه كذا سيناريو بعد ما بتدخل على المؤشر ممكن يحصلوا في الفلوس بتاعتك. بتبدأ تقرأ كل السيناريوهات وتشوف لو انت حابب انك تستثمر فلوسك بتشتري البرودكت. طبعا زي ما قلت لك ان الموقع بيضم معظم البورصات العالمية وفي كل البلاد، فانت لو نزلت تحت هتلاقي مؤشر الداو جونز اللي بيضم مجموعة من اكبر الشركات الصناعية في امريكا، وهتلاقي تحته مؤشر ال S&P 500، وهتنزل تحت هتلاقي مؤشر نيكي الياباني. طبعا المؤشرات دي انت ما بتشتريش المؤشر بشكل كامل، هو بيكون في حد ادنى للايداع. انت تقدر تحط في المؤشر ده مثلا $60، والمدة اللي هياخدها المؤشر 21 يوم على ما يرجع لك الفلوس، وسعر الربح مثلا الربح بيكون 110%. فهو الموقع شارح لك كل حاجة وشارح لك كل حاجة بالتفصيل، ولكن زي ما قلت لك قرار الشراء في المواقع اللي زي دي بتبقى راجعه ليك انت. وانا زي ما قلت لك ان انا لما طلبت منهم المستند القانوني بعتوا لي الورقه اللي هم متسجلين بيها، وانا فعلا دخلت وبحثت ولقيتهم متسجلين بنفس الورقه اللي هم بعتوها لي. ولكن برضو قرار الشراء اي برودكت من البرودكتس بتاعت الناس اللي بتعرضها في سنو إلس راجعه ليك انت وراجعه لقرارك انت. اعمل سيرش، ولو لقيت ان انت مرتاح للموضوع حط فيه فلوسك، ولكن الموضوع بعيد خالص عن مبدأ الاستثمار. يعني الاستثمار هو حاجة أساسية لازم تحط فيها فلوسك عشان تحافظ عليها من التضخم. هي الفكرة في الوسيط المالي اللي انت بتتعامل معاه، في وسيط انت بتكون مرتاح له وفي وسيط تاني لا. فانت اعمل سيرش وخد قرارك بايدك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس. اشوفكم الحلقة الجاية.